هلا بنات، شلونكم؟ شو اخباركم؟ ان شاء الله كلكم بخير. رجعت لكم الفيديو جديد طبعا مثل ما وعدتكم انه اسوي لكم فيديو ثاني تكمله للفيديو مالت الهدايا اللي وصلتني من العراق. طبعا اليوم الفيديو مالتنا ما بي طبخ، انا نزلت فيديو طبخ بالقناه مالتي الثانيه اسمها المطبخ البصري. راح اخلي لكم الرابط بصندوق الوصف، دخلوا عليه وشوفوا الفيديوهات اللي جاي انزلها بقناتي الثانيه، القناه القديمه يعني. اني عندي قناة ثانية قديمة كنت دائما انزل بيها يعني فيديوهات طبخ وشي وروتينات، فهسه هم يعني جاي انزل بيها، بين انزل بهاي القناة وبين القناة الثانية. فاذا تحبون تدخلون عليها وتشوفون الفيديوهات اللي جاي انزلها دخلوا عليها، الرابط مالتها بصندوق الوصف وشوفوا الفيديوهات. ويلا خلونا نكمل الفيديو مالتنا. هنا سويت لكم فيديو ثاني تكملة للفيديو مالت الهدايا. طبعا هنا وصلتني هدايا من خالتي كلش حلوة، دراريع ودشاديش رمضان، لأنه هنا بتركيا ما عندنا يعني دراريع يعني حلوة. فخالتي دزت لي من العراق دراعات كلش حلوات رمضان، دزت لي كذا لون وكذا موديل. هسه راح اشوفكم كل الموديلات اللي وصلتني. اني بداية الفيديو شوفتكم وحدة كان اللون مالتها تركوازي والتطريز ذهبي كلش حلوة، وهاي الدراعة الثانية موديل مختلف، هاي لونها مارون طوخ كلش حلو الموديل مالتها. وهاي الثالثة دهداشة يعني مالت بيت، هم كلش حلوة وباردة. أنا كلش أحب الدشاديش ما أستغنى عنها، يعني ألبس كل شي بس أرجع للدشداشة، يعني أخذ راحتي بيها بالشغل يعني، من أطبخ من أنظف بكل شي عودة عليها. أني قبل أبد ما أحبها، فبعدين شو تعودت عليها وظلت ألبسها. كنت دائما ألبس تراكات بالبيت وما أحب ألبس يعني دشاديش أبد، أصلا ما متعودة عليها. فبعدين شوي شوي ظلت ألبسها وأحبها. فهنا بتركيا مو حلوة الموديلات، فهنا خالتي دزت لي من العراق موديلات كلش حلوة. هاي اللون الخردلي الدشداشة بيها تطريز على الجوانب، دزت لي من عندها لونين، هذا اللون وهاي اللون الثاني، هم كلش حلو لونها. كتبولي بالتعليقات هم تحبون الدشاديش او تحبون يعني تراك تلبسون بالبيت، شو تحبون شو تفضلون؟ اني مرة هيك ومرة هيك يعني. وكتبولي بالتعليقات من وين انتو جاي تتابعوني، من اي محافظة من العراق جاي تتابعوني او من دولة ثانية، هم كتبولي بالتعليقات. وكتبولي شو تحبون نسوي بالفيديو الجاي حتى اسويه حسب طلبكم. هنا قلت شوية خلي نغير يعني مو دائما طبخ وشي، فنزلت لكم فيديو ثاني مالت الهدايا اللي وصلتني. وهاي الدراعة هم كلش حلوة، لونها ماروني والتطريز مالتها ذهبي، والردن مالتها يكون مو طويل كلش، يكون 3 ردان يعني شوية قصير يكون. هم كلش حلو موديلها. ودزت لي هاي الدراعة الثانية هم نفس الموديل بس اللون يختلف، لونها كلش حلو نازك، هم كلش حبيتها. طبعا هاي القماشة مالتهن صيفية مثل ما جاي يشوفون، كلش حلوة قماشتهم. طبعا بالعراق هواية موديلات وموديل أحلى من موديل، هنا بتركيا ماكو يعني هيج موديلات حلوة، لأن تعرفون ثقافة تختلف ويعني عاداتهم غير عنا احنا العراقيين. احنا اهل العراق والخليج نحب الدشاديش فنبدع بيها، دراعات قفاطين هاي الأمور يعني نحبها. ودزت لي هاي الدشداشة مالت بيت، هم كلش حلوة، والقماشة ما احكي لكم هالقد ما حلوة وباردة، كلش حبيتها وكلش مريحة باللبس، فضفاضة وتكون نص ردن. وهاي الدشداشة هم كلش حلوة، تنفع هيج عصريات او ليلة القرقيعان احنا نسميها، طبعا احنا ما نطلع يعني بالبيت.
فنسوي هيج أجواء مالت قرقيعان، أجواء رمضانية حلوة. فكلش حبيت اللون مالتها والموديل مالتها هم كلش حلو. هاي الردان يكون تور شفاف باللون الأسود، والدشداشة لونها أزرق وبيها هذا الورد الأحمر، هم كلش حلو موديلها وباللبس حلوة. وهنا دازت لي هاي الدشداشة هم كلش حلوة مالت بيت. طبعا دازت لي كلش هواي دشاديش، قسم من عندهم ما صورتهم، ما لحقت لأنه كلش هواي، فصورت نص يعني الأشياء اللي دازتن إلي. والقسم الثاني بعدني ما صور. هنا دازت لنا دشاديش اثنين، وحدة إلي وحدة لأختي. وحدة لونها بيج ووحدة لونها رصاصي، أنا اختاريت هاي الرصاصية. هم الخامة مالتها كلش حلوة وباردة، صيفيات هذني. طبعا هواي بنات ما يحبون دشاديش، يفضلون التراك يعني يلبسوه. أني كلش أحب الدشداشة أو البرنسيسة، أحسها تنطي أنوثة وجمالية، يعني كلش حلوة للبنية، تنطيه هيج أنوثة عكس التراك، يعني تحسوه للولد يعني يلوق أكثر. فأني هاي وجهة نظري، أحس الدشداشة بيها أنوثة أكثر، تنطي نزاكة يعني باللبس. فهاي كان الفيديو مالتنا لليوم، تكملة فيديو الهدايا. أتمنى عجبكم الفيديو وحبيتوه. إذا عجبكم الفيديو وحبيتوا لا تنسون تسوون لايك وتشتركون بالقناة وتفعلون زر الجرس حتى توصلكم كل الفيديوهات اللي أنزلها أول بأول. وانتظروني فيديو جديد، ومع السلامة.